أهلا بيكم في حلقة جديدة من بيني وبين نفسي. حلقتنا النهاردة هي حلقة غريبة نوعا ما لأنها حلقة وليدة اللحظة أوي. بحيث إن أنا كنت قاعد بتفرج على فيلم 6 أيام، وبعيدا إن الفيلم جميل جدا وبصراحة لمسني، بس مش عشان كان حلو ولا عشان كان الأداء كان صادق ولا الإخراج كان بسيط ولكن هو كان عميق، ولكن فعلا علشان بعد ما خلصت الفيلم فضلت قاعد لوحدي بسأل نفسي سؤال غريب، وهو إحنا بنحسب عمرنا إزاي؟ هل بنعد الأيام اللي إحنا عشناها؟ بنشوف السنين اللي عدّت كده وبنقيس عمرنا بالأرقام اللي بتتغيّر في البطاقة كل سنة، والّا بالحاجات اللي سابت أثر جوّه قلبنا، والّا اللحظات اللي بنفتكرها بجد بنحس إن إحنا كنا عايشين في اللحظة ديّة؟ أصل كل يوم بنصحى، بنمشي في نفس الشوارع، بنقابل نفس الناس، بنسمع نفس الكلام، وبنروح الشغل أو الكلية أو المكان اللي بنقضّي فيه أغلب الوقت أصلًا، ونرجع البيت ننام ونعيد نفس الليلة تاني يوم وهكذا في نفس الloop وبكرة يجيب بعده وبعده يجيب بعده وهكذا. ولكن في وسط الدوامة ديّة، بييجي يوم عارف كده اللي هو يوم special، يوم بيعيش جوانا كده، مش عشان كان اليوم طويل ولا كان اليوم قصير، لكن عشان في حاجة حصلت في اليوم دوّة لمست روحنا. ممكن تكون لحظة ضحك صافية من قلبك، مكالمة صغيرة كده عارف غيّرت مودك من شخص بتحبه، أو نظرة عين فهمتك من غير ما تتكلم، أو حتى لحظة انهيار حسستنا إن إحنا موجودين. إننا بنحس إننا مش مجرد روبوت ماشيين على نفس التراك كل يوم بنعيد نفس الروتين كل يوم، لأن طبيعي الزمن بيمر، بس إحنا بنسأل نفسنا إحنا بنعيش إمتى؟ أصل كل واحد فينا عنده شوية لحظات محفورة جواه كده، عارف اللي هو فاكر أول مرة حسيت قلبك بيدق بسرعة إمتى؟ أول مرة مثلا قعدت تحت المطر وأنت مش فارق معاك الدنيا وكارف على الآخر، أو أول مرة حسيت إن في حد فاهمك بجد من غير ما تشرح، أو أول مرّة حسّيت إن أنت اتخذلت وحسّيت إن أنت لوحدك وسط زحمة الدنيا ديّة، وأول مرّة حسّيت إنّك لقيت نَفْسك حتى لو للحظة يا عم، لإن إحنا في الحقيقة عارف اللي هو مش بنفتكر الأيام، مش بتفتكر يوم 16 ديسمبر، 16/1 إحنا مش بنفتكر الأيام لحد ذاتها، إحنا بنفتكر الشعور اللي كان جوّانا في اللحظة ديّة، بنفتكر ضحكتنا كانت عاملة إزاي، قلبنا كان بيدق إزاي بسرعة، ورعشة إيدينا لمّا كنا خايفين أو كان زعلنا أو دموعنا أيًا يكن، أنت بتفتكر المشاعر. بس بعيدًا عن كل دوّة، في سؤال الفيلم كبّره أكتر في دماغي، ليه اللحظات دي بجد قليلة؟ ليه بقينا بنعدّي في الدنيا كإننا ماشيين عارف اللي هو إيه، على autopilot عارف اللي هو سايق عربية تسلا وسايبها هي اللي تسوق، عارف اللي هو كإنك مش أنت المتحكم في حياتك، ليه ساعات بنحس إن إحنا مش عايشين بجد، كإننا مجرد متفرجين على حياتنا؟ يا ترى الأمر على الخوف والّا القدر؟ لإن في وقت مثلًا كده بنقعد نقول القدر مش رايد. الظروف ضدنا، مش وقتها دلوقتي يا عم، ربنا كاتب لنا حاجة تانية. هو يا سيدي ربنا هو اللي مخطط أقدارنا، وربنا حاطط قدر كل شخص من أول ما اتولد، ولكن عارف اللي هو لو ركزنا شوية، هتكتشف إن في حاجات كتير راحت مننا، مش بس عشان القدر ولا عشان الظروف، ولكن دي بسببنا إحنا. إحنا بطبعنا كائنات بتخاف، بنخاف من الوجع، بنخاف من الفشل، بنخاف من التجربة عامةً، عارف اللي هو بنخاف إن إحنا نتمسك بحاجة فنتوجع لمّا تروح. ناس كتير بتخاف من الحب عشان ما تفقدش البني آدم، وناس كتير بتخاف من المغامرة عشان الخسارة. إحنا غصبٍ عننا بنخاف حتى من السعادة نفسها، لإن إحنا مش متعودين عليها. عارف اللي هو كام مرّة لقيت نفسك بتأجل قرار كنت عارف إن هو صح، كام مرّة كنت عايز تتكلم مع حد بس سكت، خُفت، كام مرّة حبيت حد بس بعدت عشان أنت خايف إن هو يبعد عنك، كام مرّة سِبت بجد فرصة حقيقية ما كانتش تتعوّض، بس عشان أنت ما كنتش مستعد إن أنت تواجه. فالحقيقة بجد إن إحنا ساعات مش بنواجه القدر ذات نفسه، إحنا بنواجه خوفنا، بنواجه نفسنا، والمشكلة إن إحنا بنخسر قدّامه كل مرّة. يعني مثلًا هتلاقي في ناس بتمشي وناس بتفضل جوانا، في ناس بتشوفهم مثلًا مرّة في العمر ولكن بيفضلوا جوانا للأبد، ناس شُفناهم صُدفة على الطريق، في مكان، في عربية، في ميكروباص، حتى على السوشيال ميديا يا عم، يا سيدي عرفت جاركم، بس عارف اللي هو كلامهم لمسنا، حسسنا إن إحنا مش لوحدنا في الدنيا ديّة يا سيدي، لو عندك حد جميل تتسند عليه عارف، وعلى العكس بقى على الناحية التانية، عارف ممكن تلاقي صاحبك عِشرة عمرك اللي عِشت معاه سنين، ولكن مجرد ما اختفى حسيت إن هو مش موجود، ما فرقش حاجة معاك، اللي هو إيه الفرق يعني عادي يعني. بس فعلًا الجملة بتكمن في إيه الفرق؟ الفرق إن الناس الحقيقية، الناس اللي إحنا بنرتاح جنبهم بجد، اللي بنكون نفسنا معاهم من غير تمثيل،
دول مش بيتنسيوا، دول حتى لو بعدوا عارف اللي هو بيعيشوا جواك في كل تفصيلة، في كل ذكرى، في كل موقف حلو، كل هزار، كل نكش، كل مكالمة، كل حاجة بتمُر فيها. بس المشكلة بقى إننا ساعات مش بنعرف نحافظ عليهم، بنخسرهم بسبب حاجات كتير، العناد، الخوف، بسبب إن إحنا بنفكّر كتير. الإنسان غصبٍ عنّه بيفكّر كتير، عايشين على دوامة الoversync بنفكّر قبل كل خطوة، وغصبٍ عنّنا بنسيب الأيام تسرق الأشخاص الحلوة ديّة منّنا، وساعتها بس عارف اللي هو بتفوق متأخّر، عارف اللي هو الإنسان بيفوق بعد ما الحاجة بتضيع منّه. واللي هو أنت بتقعد تسأل نفسك، اللي هو يا ترى إيه الحل؟ إيه الحل بجد؟ اللي هو غصبٍ عنك اللي هو هتقول اللي هو ليه بيحصل كل دوّة؟ وده فعلًا الأمر اللي قعدت أفكّر فيه بعد ما اتفرّجت على الفيلم، هو الحل في إيه؟ وهل يا ترى النهاية اللي إحنا شايفينها ديّة هي النهاية والّا دي مش النهاية؟ بحيث إن الوقت مش مستني حد، وإحنا غصبٍ عننا بنتعوّد إن إحنا نأجّل كل حاجة لحد ما نبقى جاهزين، بس الفكرة الحقيقية اللي إحنا مش عايزين نصدّقها إننا عمرنا ما هنكون جاهزين. ما فيش بني آدم اتولد جاهز أصلًا، ولو في بني آدم اتولد جاهز عادي نصيبه، بس اللي هو إحنا مش مقتنعين إن مش شرط إن أنت تكون جاهز، ممكن بني آدم يا سيدي عريس النهارده ما يكونش جاهز من كل شيء وفرحه النهارده يا سيدي، سبحان الله، ربنا كاتب له كده، بس الإنسان غصبٍ عنه بيبقى اللي هو إيه، إحنا عايزين نتحرك لمّا نحس إن إيه، إن إحنا جاهزين 100% أو بنتحرك بقى اللي هو إيه لمّا تحس إن حاجة بتضيع، اللي هو عارف اللي هو على آخر لحظة، لمّا الوجع بيبقى أقوى من الخوف، عارف اللي هو إيه، اللي هو إيه ده! هاضيّعه من إيدي، لا، 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 اللي هو ليه تستنى توصل للحظة دي يا أخي؟ ليه ما تبقاش بني آدم شجاع من البداية؟ ليه ما نبقاش إحنا اللي بناخد الخطوة بدل ما نتحسّر على فرص ضاعت؟ اللي هو أنا مثلًا ذات نفسي، أنا الفترة ديّة نفسيتي مش أفضل شيء. فاللي هو بعد نهاية الفيلم قعدت أفكّر في حاجات كتير ضاعت منّي من قبل كده، قعدت أفكّر في حاجات أنا اللي هو أنا ضيّعت فلان في الموقف دوّة، ضيّعت فرصة كانت كويسة أوي لشغل جدًا، وبتقعد تقول ياه لو العمر يرجع، ياه لو الزمن يرجع، بس ليه؟ يعني عارف اللي هو فكّر كده لو العمر بيتقاس باللحظات اللي عِشتها بجد، مش بالأيام اللي عدّت، تفتكر عمرك قد إيه؟ لو الزمن رجع بيك يا عم إيه الحاجة اللي هتحارب عليها أكتر حاجة؟ فاللي هو إحنا دلوقتي محتاجين حل فعلًا، والحل بجد بعد ما عصرت دماغي ليه، عارف اللي هو الحل؟ إن إحنا بجد نحسب عمرنا بطريقة مختلفة، بدل ما نقعد نعد الأيام نحاول نخلق لحظات حياة جوانا. أنا مثلًا كنت باكلم واحد صاحبي دلوقتي، باكلمه على مبدأ أنا خلاص قررت إن أنا أتخذه في حياتي الفترة الأخيرة، اللي هو هاعتبر إن كل يوم آخر يوم ليّا، أصل الحياة أنا جاية مرة واحدة، أحاول إن أنا أفرح. وأفرح بالطريقة الصح، أفرح بالطريقة اللي ما تغضبش ربنا، ما أعملش شيء حرام، اللي هو أحاول إن أنا أعيش حياتي، وبدل ما أخاف من الوجع، أخاطر يا سيدي بالحياة اللي أنا أستحقها، الحياة اللي تستاهل تتعاش، بدل ما أستنى اللحظة المناسبة، أخلّي يا سيدي كل لحظة مناسبة دلوقتي، بدل ما أفقد البني آدمين بسبب الخوف، هاحارب عشان اللي يستحقوا يفضلوا في حياتي فعلًا. أصل كلنا بنخاف، ولكن الفرق إيه بجد ما بين اللي عايش بجد واللي عايش على الهامش. هتلاقي إن الأولاني بيواجه خوفه، والتاني بيسيب خوفه ويقرر مصيره، فاللي هو أنا مش مستعد إن أنا أخلّي الخوف هو اللي يقرر مصيري، فاللي هو ما تبقاش بجد الشخص اللي دايمًا بييجي في الوقت الغلط، وما تبقاش اللي بيفتكر متأخر إن اللحظة راحت، وما تبقاش وما تبقاش الشخص اللي بيفتكر بجد، وما تبقاش الشخص اللي بيفتكر متأخر إن اللحظة اللي راحت مش هترجع. فبس، فحاول إن أنت تغيّر مبدأك عن قياس حياتك، لإن في النهاية الحياة مش مجرد أيام بنعدّيها، الحياة هي اللحظات اللي بنحس فيها إن إحنا عايشين، لمّا نوقّف خوفنا ونعيش في اللحظة، لمّا نكون حاضرين مع الناس الصح ونواجه التحديات بدل ما نهرب منها، فاوعى تسيب اللحظات دي تفوت منّك وعيشها بكل قلبك، لإن في الآخر هتكتشف إنها هي اللي صنعتك. ففكّر في كل لحظة ضيّعتها وعيش اللحظات الجاية كإنها الفرصة الوحيدة، فلو العمر بيتقاس باللحظات اللي عِشتها بجد مش بالأيام اللي عدّت، تفتكر عمرك قد إيه. ولو وصلت لحد هنا فمعناها إن الكلام عجبك، فما تنساش تعمل لايك وفولو على كل البلاتفورمز وتعمل سبسكرايب وتفعل زرار الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة وتعمل شير للفيديو ليك ولأصحابك، ولو عندك فكرة فيديو ما تنساش إن أنت تكتبها في الكومنتس. وكان معاكم أحمد غنيم، وأتمنى إن أنتم تكونوا بخير وتخشوا الجنة. ودي كانت حلقة جديدة من بيني وبين نفسي، وأشوفكم في حلقة جديدة وسلام.